السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، فيديوهات نزلت شطه في شقتك. حمام من الحمامات الصغيره اللي حبيت اقول لحضراتكم حكايتها معانا. زي ما حضراتكم شايفين في جزء اهو متاخد من الحمام، فالحمام بقى صغير زي ما حضراتكم شايفين، يعني تقريبا هو اقل من 2 متر في متر ونص، يعني او في 2 متر في مترين الا يعني. فاللي حصل ان احنا كان العميل عايز حمامين في الشقه، فخدنا جزء من هنا عشان نعمل حمام تاني اللي هو ده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا لسه احنا في مرحله النظافه. حمام تاني كامل، شاور وحوض وتواليت. فخدنا الحمام ده، فكان طبعا مراعاه لازم مسارات الحركه ضروري. ودايما بنصح يا جماعه في الحمامات الصغيره، بنصح دايما اعمل معلق، يعني يبقى عندي الحوض معلق وعندي التواليت معلق، بحيث اقدر سهوله النظافه في المكان. يبقى عندي الجزء ده بالمنظر ده، اخدين بالكم؟ يبقى اللي رايح على التواليت تبقى الموضوع سهل. وهنا برضو نفس الكلام. طبعا ادي القطع، العناصر كامله، ادي الحوض ومسافه حركه سهله بالنسبه له الوصول اليه واستخدامه كمان. وادي بانيو وشاور، وعاملين طبعا بتاع هيدن بالرين شاور من فوق، وده معلق التواليت. وعندي هنا مكان انا سايبه لسه، طبعا عامل للغساله، سايب للغساله، عامل وصله للغساله سواء اوتوماتيك او فوق اوتوماتيك موجودين، والصرف والكهرباء بتاعتها. وفوق ان شاء الله في السخان. كل ده هيبقى يونت من فوق لتحت. فدعواتكم ان شاء الله، احنا يا دوب خلاص الشقه في النظافه والتسليم الاخير. فدعواتكم فيديو جديد ان شاء الله، فيديوهاتنا زي شطه في شقتك. السلام عليكم.